نهضر على برنامج اللي تكلم عليه سي عادل ديال برنامج الارامل، هو راه ما عنده حتى علاقه بالارامل. البرنامج راه مخصص للايتام، لدرجه ان رئيس الحكومه الاسبق وصف رئيس الحكومه الحالي باللصوصيه، وقال له دوني سو دوني فو بروندر سي فولي، يعني انت ملي قلصتي ذاك الدعم للارامل انت لص. وانا اليوم نقدر ما كنت كنتسنى شحال من واحد يجاوب السي بن كيران، حتى واحد ما جاوبو، وإلا تبت ليه الان بالقانون اللي صادق عليه رئيس الحكومه اللي معاه سي سعد الدين العثماني بانه هو الا كان شي لصوصيه بانه هما اللي داروها، هل سيقبل ان نصف سي سعد الدين العثماني باللص؟ نحن لن نقبل. وغادي نمشي معكم قانون الاطار للحمايه الاجتماعيه اللي جابته حكومه سعد الدين العثماني 29 في الماده 8 يتم تعميم التعويضات العائليه من خلال ارساء التعويضات المتعلقه بالحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله. وهذا البرنامج اللي كيتكلم عليه هو ديال الارامل راه مرتبط بالطفوله. الارمله ما كتشد حتى ريال، الا عندها وليدات يتامى كتشد 350 درهم، ما عندهاش ما كتشد حتى ريال، وفي المرسوم ديالو خارجه مرتبطه بالطفوله. المنصوص عليه في اصلاح برامج الدعم الموجهه للاسر للحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله المعمول بها قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقه للاستفاده منها. يعني انت القانون اللي جبتي كتلغي جميع البرامج. الاصلاح التدريجي لنظام المقاصه واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كاداه لتحقيق استهداف اكثر فعاليه للفئات الاجتماعيه المستحقه للدعم. يعني الحكومه الحاليه نفذت القانون الاطار اللي جبتيه انت سنه 2020، والاكثر من ذلك الحكومه بقات لها واحد 9 شهور خرجت مرسوم استثنائي لدعم هذيك الاسر قبل ما تنفيذ تعميم التغطيه الاجتماعيه. ونذكر كذلك السي بن كيران، انت ما كان دافعك لا قانون لا والو، نهار خرجتي هذا البرنامج ديال دعم الايتام لاولاد الارامل ها هو المرسوم قدامي في الماده 4 كيقول لا يجوز الجمع بين الدعم المشار اليه في الماده الاولى اعلاه مع معاش او تعويض عائلي او اي دعم مباشر اخر يدفع من ميزانيه الدوله او ميزانيه جماعه ترابيه او تدفعه مؤسسه او هيئه عموميه كالمنح الدراسيه او الدعم المقدم من طرف برنامج تيسير. وانت ما كانش فرضها عليك القانون، يعني ملي خرجتي لهم ديك 350 درهم حرمتيهم من 90 درهم ديال تيسير، وما كانش فرضها عليك القانون الاطار، رغم انه في نفس السنه ولا في السنه المواليه ملي خرج التعويضات ديال السيدات والساده رؤساء الجماعات لانه كان كيسير اغلبها وكان البرلماني كيشد 32,000 درهم، ما قال لهمش ما تجمعوش التعويضات، قال لهم لا تاخذ 50% من العموديه. يعني الا كنتي برلماني وكنتي عمده في عوض تشد 6 المليون غتشد غير 5.5، حيد ليه 1.5 مليون وخلى ليه 1.5 مليون، ما قال ليش تقصى. هذا راه نفس رئيس الحكومه اللي كيصف الان الحكومه الحاليه باللصوصيه.